السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، طلاب الصف الرابع الابتدائي، هنبدأ مع بعض النهاردة أول درس عندي في الدراسات الاجتماعية في الترم الثاني. نبدأ مع بعض بأول درس اللي هو أنماط سكان وطننا العربي. طبعا هنشرح مع بعض من كتاب الامتحان. يلا مع بعض بإذن الله. أنا عندي أول درس أنماط سكان بلدنا. طبعا هتقولي يعني إيه كلمة أنماط؟ هقولك يعني أشكال. هتقولي برضو يعني إيه كلمة أشكال؟ هقولك والله أنا عندي ناس عايشة في الريف بتلاقي لهم زي معين وبيشتغلوا بالزراعة، ده نمط بنسميه الريفيون. وعندي ناس تانية عايشة في الحضر في المدن وبتشتغل بالصناعة والتجارة وتلاقي لهم زي مختلف عنهم، وده نمط تاني اللي هما بتوع الحضر. وهقولك في عندي نمط تالت، شكل تالت، الناس اللي عايشة في الصحراء اللي هما بيسموهم البادو، ده نمط ايه تالت، يعني شكل تالت. هنتكلم عنه بس في الجزء الأخير من الدرس. طب امال احنا بنتكلم في الدرس من أوله عن ايه؟ هتكلم عن حاجة اسمها تعداد سكان مصر. هتقولي طب يعني ايه المقصود بالتعداد؟ هقولك التعداد يعني انا بعد كل سكان مصر الموجودين، بعدهم عن طريق المواليد المولودة، عن طريق ان انا بيبقى عندي موظفين بيعملوا تعداد ومشي على البيوت ويشوفوا العدد، الاطفال الموجودين والكبار والصغار، وكل المعلومات بيجيبها لها عن عدد السكان، مش العدد بس، خلي بالك. عشان كده لما اجي اقولك في التعريف حصر شامل، لا، ما قالش العدد، لان ده بيجيب له كل المعلومات عن السكان، سواء بقى نوعهم ذكور ولا اناث ولا كبار ولا صغيرين ولا في المدارس ولا في الجامعات ولا متخرجين من كليات ولا متزوجين ولا غير متزوجين، بيجيب له كل المعلومات. يبقى التعداد مهوش عدد بس، ده التعداد كل حاجة، حصر شامل للسكان. بس كل كام سنة؟ ركز. مصر بتعد سكانها كل 10 سنين، في دول تانية بتعدها كل 5. ملناش دعوة بيها، بس احنا بنتكلم على سكان مصر. يبقى عملية حصر شامل للسكان كل كام سنة؟ ها، كل 10 سنوات. طب أنا بعمل عملية الحصر دي ليه؟ علشان أحدد الخدمات اللي احنا محتاجينها. طب احنا محتاجين خدمات زي ايه؟ احنا خدنا في الترم الأولاني الخدمات. هقولك، انا عملت مثلا حصرت السكان وعدتهم السنه دي، لقيت ان فيه حوالي مثلا 1,000,000 طفل مولودين السنه دي. يبقى بعد 6 سنين محتاج لهم مدارس. ما انتظرش لما ال6 سنين تيجي وادور لهم على مدارس ومستشفيات، لازم اكون مجهز نفسي، ابني لهم مستشفيات واعمل لهم مدارس. طب انا هعمل الحاجات دي ازاي الا اذا كان عندي في حصر وعندي عدد، انا عارف العدد ده هيزيد قد ايه؟ يبقى بنقول لتحديد الخدمات التي يحتاج اليها السكان في الحاضر، في الوقت اللي احنا فيه، وفي ايه، وفي المستقبل. يبقى هنا احط سؤال ايه؟ بما تفسر أهمية التعداد السكاني. معايا بالقلم واكتب. هقوله لتحديد الخدمات التي يحتاج إليها السكان في الحاضر والمستقبل. تاني، لتحديد الخدمات التي يحتاج إليها السكان في الحاضر وإيه والمستقبل. طيب دي معلومة جميلة، يبقى كده عرفت التعداد الإيه السكاني. طيب بيقول لي ان مصر دي من اقدم الدول اللي اجرت تعداد سكاني. من امتى؟ هقول له ده من عصر المصريين القدماء. يعني معنى ذلك انه مش موضوع حاجه جديده، ده كان من زمان. يبقى مصر من اقدم الدول اللي عملت تعداد، وده كان من امتى؟ من عصر المصريين القدماء. طيب انت بتقولي ان مصر بتعمل تعداد كل 10 سنين، يعني اخر تعداد مصر عملته 2017. يبقى المفروض مصر تعمل تعداد امتى؟ 2007 وايه و20. يبقى تاني معلومة اهي، اخر تعداد مصر عملته كان امتى؟ 2017. التعداد الجاي يبقى امتى؟ 2007 وايه و20. طب لما عملت تعداد سكاني، عدد السكان كان كام؟ 94.8 ايه من 10 مليون نسمة. نسمة يعني ايه؟ يعني فرد. الفرد بنسميه ايه؟ نسمة. طيب يبقى انا عرفت ان بنقول اول ناس عملت عدد كانوا مين؟ المصريين الايه القدماء. طيب عدد السكان، عملنا اخر تعداد 2017 وصل كام؟ 94.8 ايه من 10. جميل. طب سؤالي، هو مين بقى اللي بيعمل التعداد الديواني؟ هقول لك في جهاز كبير اسمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. خلي بالك، محدش يقول لي جهاز يعني جهاز مثلا زي الكمبيوتر زي الغسالة زي التلاجة، لا، جهاز ده مبنى كبير
المبنى ده وانا قاعد فيه موظفين قاعدين يعدوا عدد السكان اللي موجودين، اللي بتولدهم واللي بتجوزهم واللي بتوفوا مطلع لهم شهادة وفاة. يبقى مبنى كبير اسمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. طب الجهاز ده موجود اهو، يوجد أعلى مبنى الجهاز ده مبنى اهو. مبنى الجهاز ده ساعة شاشة عليها أرقام كتير. خلاص الأرقام دي بتلاقيها بتتغير على طول، في زيادة في زيادة بتزيد. خلاص الأرقام دي والشاشة دي بنسميها ايه؟ الساعة السكانية. يبقى الساعة السكانية موجودة فين؟ أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. تقوم تقول لي طب وهو الجهاز المركزي ده أصلا وظيفته ايه؟ شغلته ايه؟ هقول لك هو الجهاز المسؤول عن إجراء تعداد ايه؟ سكان. طب الجهاز ده قلت لي موجود فوق ايه؟ موجود في شاشة كبيرة موجود عليها حاجة بنسميها أرقام بتزيد كل شوية. طب الشاشة الكبيرة دي اسمها ايه؟ الساعة السكانية. أو ما أقول لك ايه؟ الساعة السكانية هي ساعة تظهر تقديرات لعدد سكان مصر. يبقى الساعة السكانية تظهر ايه؟ ساعة تظهر تقديرات لعدد السكان، يعني بتقدر لي كل شوية السكان بيزيدوا قد ايه. طيب يلاحظ من الساعة السكانية دي تزايد عدد السكان مع مرور الدقايق، يعني عاملة كأنها عقرب ساعة. العقرب بتاع الساعة شغال كل شوية لما يتحرك، مع ذلك ان في طفل اتولد اتحرك، طفل اتولد اتحرك، طفل اتولد. طيب اما اجي اقول لك سؤال اهو، بما تفسر ليه بيتزايد عدد السكان مع مرور الدقايق؟ بسبب ارتفاع عدد المواليد. يبقى ارتفاع عدد المواليد بيزود عدد السكان، بيحرك الساعة السكانية. طيب النص الإسرائيلي ده، النص الإسرائيلي في البعض يقولوا إنه بقى محذوف بس بيجي منه في التقييمات فنعرفه. بيقول لي إن أقدم ناس عملوا تعداد كان في، طبعا إحنا قلنا المصريين القدماء، يعني في مصر القديمة عملوا التعداد في عهد مين؟ أمنحتب الثالث. الراجل ده الملك ده قام بعد الجنود بتوعته والضباط والمؤهلين للخدمة العسكرية. طيب جه بعد منه مصر لما دخلت الإسلام بقت مصر إسلامية. قال لك تم إجراء فعلا تعداد للأفراد وحددوا محل إقامتهم، ده أخد قد إيه؟ 6 أشهر. يبقى بنقول مصر في عهد مين اللي قامت بإعداد؟ بنقول إعداد لمدة 6 شهور. هقول له في عهد إيه؟ مصر الإسلامية، في عهد الإسلام. طبعا الوقت بقى في مصر الحديثة، أنا قلت من أول الدرس إن مصر بتعمل كل تعداد كل قد إيه؟ 10 سنين، إحنا قلناها فوق هنا. طيب التعداد الجاي يبقى كام؟ 2027. طب سؤال، وانا بشرح هنا وبقول لك ايه؟ حصر شامل. هل قلت لك في العدد بس بعد بس السكان؟ لا، ده انا قلت لك بجمع كل المعلومات عنهم، النوع ذكور واناث قد ايه، العمر كبار ولا صغيرين، ولا في ابتدائي ولا في اعدادي ولا في ثانوي، محل الاقامه موجودين في اي محافظه ولا في قريه، مستوى التعليم مع اعداديه ولا ابتدائيه ولا ثانويه ولا كليه ولا ايه، الحاله الاجتماعيه متزوج ولا، الوضع الاقتصادي بيشتغل ولا بيشتغلش او بيشتغل ايه. طبعا انا قلت لك دي اهميتها ايه؟ قلناها فوق خالص، بتساعدنا في تحديد الخدمات. دي اهميه التعداد اللي بيحتاجها ليا في الحاضر والمستقبل. طب تعال نحل مع بعض كده السؤالين دوماني. اكمل عبارتين. تعد مصر من اقدم الدول العربيه في عمل تعداد سكاني منذ عصر مين؟ هي موجوده عند اصلا اهي، منذ عصر المصريين القدماء. يبقى اقول منذ عصر المصريين القدماء اهي، المصريين القدماء. السؤال اللي بعده بيقول لي الجهاز المسؤول عن عمل حصر شامل للسكان هو الجهاز، اقول له الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اهي، والإحصاء. يبقى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. طيب السؤال الثاني، ما المقصود بالتعداد السكاني؟ أنا هجيب أهو عندي في الكتاب، هو عملية حصر شامل للسكان كل 10 سنوات لتحديد الخدمات التي يحتاج إليها السكان في الحاضر والمستقبل. وقال لي برضه تعريف الساعة السكانية، هي ساعة تصدر تقديرات لعدد سكان لعدد سكان مصر. نكمل مع بعض الشرح. طيب تعال نشوف تاني حاجة، توزيع السكان. شوف الخريطة دي ألوان ازاي. احنا اخدنا قبل كده ان انا بعرف الألوان اللي على الخريطة من خلال مفتاح الخريطة. بيقول اللون الأحمر ده
بيقول لي عدد السكان من 8 ل 10. يعني ايه توزيع السكان؟ يعني هل السكان في مصر كلهم متوزعين على كل ارض مصر بالتساوي؟ طبعا لا، ما حصلش. طب ازاي؟ طب قولي دليل. هقول لك ان انت عندك اهو محافظتين، القاهره والجيزه، دول عدد سكانهم من 8 ل 10، ودول اكبر محافظتين في مصر في عدد السكان. يبقى اكبر محافظتين في مصر في عدد السكان هما القاهره ومين؟ والجيزه. يبقى القاهره والجيزه اكبر محافظتين. طيب من 8 ل 10. طب اللون التاني من 6 ل 8، اللي هي مين؟ شايفين الشرقيه دي؟ الشرقيه اللي جنبها اهي البحيره، تلات محافظات دي. يبقى من 6 ل 8 قاهره، بنقول بحيره، ده شرقيه، ده قهليه. اللون التاني من 4 ل 6 اهو، من 4 ل 6 الآمين الغربية. عندي اهي اجيب لك الغربية، المنوفية اهي، القليوبية. يبقى غربية، منوفية، قليوبية، اسكندرية اهي، اسماعيلية. لا، الاسماعيلية أقل. طيب المنيا، بص المنيا، أسيوط، سوهاج. دي كلها ايه؟ من كام؟ من 4 لإيه؟ من 4 ل6 اهي، من 4 ل6 الغربية. تعال نشوف الغربية في النص أو المنوفية زي ما احنا قلنا، والقليوبية والمنيا وأسيوط. طيب من 1 بقى ل4 زي دمياط. من 1 ل4 زي دمياط. دمياط فوق خالص اهي، شايفين اللون ده؟ من 1 ل4 زي دمياط. زي كفر الشيخ جنبها اهي، دمياط، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الفيوم، بني سويف، قنا، الأقصر، أسوان. فبقى في محافظات قليلة جدا، يعني أقل من مليون. زي اللون الأصفر ده، زي مطروح، الوادي الجديد. مش احنا كنا أخدنا قبل كده محافظات الحدود؟ مطروح، الوادي الجديد، محافظة البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، السويس. يبقى بنقول عندي أقل من مليون. زي ما احنا شايفين كده، زي ما هو مقسمها لي أصلا في التوزيع، بيقول لي أهو المحافظات زي ما احنا قلناها. طب من خلال الخريطة ومن خلال الكلام ده كله، اعرف يبقى اذا السكان بيختلفوا في التوزيع. عشان لما اجي اقول لك سكان مصر بيتوزعون بالتساوي على جميع المحافظات، طبعا الاجابة ايه؟ خطأ. طيب اهو يوجد اختلاف في توزيع سكان مصر بين المحافظات. يعني في هناك محافظات يقل عدد السكان فيها عن مليون، زي ما انا ضربت مثال، زي مين؟ جنوب سيناء. طيب في محافظات بقى بيزيد فيها عدد السكان عن 8 مليون، زي القاهرة وايه؟ والجيزة. يبقى في محافظات بيزيد عدد سكانها عن 8 مليون زي القاهرة والايه؟ والجيزة. طيب يبقى من خلال الكلام ده ركز معايا، في محافظات، اعلى المحافظات فيها عدد كبير جدا من السكان، وفي محافظات قليلة جدا من السكان. طيب انا قلت الوقت زي مين؟ القاهرة. هقول لك القاهرة اعلى محافظات الجمهورية سكانا. طب بما تفسر ليه؟ هقوله لانها عاصمة البلاد. يبقى بما تفسر القاهرة اعلى المحافظات سكانا، اقوله لانها عاصمة البلاد. طيب جنوب سيناء، ما انا زي ما قلت اكبر محافظة، هقول اقل ايه؟ محافظة، اللي هي جنوب ايه؟ سيناء. مش جنوب سيناء دي فيها جبل سانت كاترين وجبل موسى؟ يبقى اقول له بسبب صعوبة مظاهر سطحها وندرة موارد المياه ايه؟ به. طب السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ سينا اهو، بما تفسر. تعد محافظة القاهرة اعلى محافظات الجمهورية سكانا، اقول له لانها العاصمة. السؤال اللي بعده، تعد محافظة جنوب سيناء أقل المحافظات، سيناء فوق أهي، بسبب صعوبة مظاهر سطحها وندرة موارد الإيه؟ المياه فيها. يبقى أنا كده اتكلمت عن تعداد السكان، واتكلمت عن توزيع الإيه؟ السكان عندي هنا. تعالوا نتكلم عن جزء بقى التاني الأساسي، اللي هو أصلا عنوان الدرس، اللي هو إيه؟ أنماط الإيه؟ السكان. انماط السكان. بص للنمط ده. النمط ده دي ام الحضر، الناس اللي ساكنين في الايه؟ في المدن، العمارات الكبيره دي والمناظر دي، دول مدن. طيب بص كده للصوره التانية دي، ده ارض زراعيه وفيها اطفال عماني وفيها ناس قاعده بتزرع وفيها ناس كبار، يبقى دول من ايه؟ ريفيون، سكان الريف. بص للصوره التالتة هنا دي، الصوره التالتة دي في الصحراء اهو، براعي غنم وابل وكلام من ده. يبقى انا كده عندي كام نمط للسكان؟ ها،
تلات أنماط للسكان، تلات أشكال بيتنوعوا حسب إيه؟ حسب البيئة اللي موجودين فيها. في ناس عايشة في المدن يبقى دوم حضر، في ناس عايشة في القرى يبقى دوم ريف، في ناس عايشين في الصحراء يبقى دوم إيه؟ بادو أو سكان الصحراء. طيب حسب الصناعة اللي بيشتغلوها، النشاط الاقتصادي، بيشتغل بالصناعة والتجارة والسياحة والخدمات يبقى ليه سكان مدن. طب لو هيشتغل بالزراعة وتربية الحيوان يبقى ده سكان ريف. لو هيشتغل بالرعي يبقى ده سكان ايه؟ صحاري البدو. نبدأ الأول بسكان الايه؟ الصحاري. الصحاري سكان الحضر. الحضر طبعا لسه قايلك من شوية، حضر يبقى هيعيشوا في المدن. حضر يعيشوا فين؟ في المدن. طب هيشتغلوا ايه؟ بالصناعة والتجارة والسياحة والخدمات. هتقول يعني ايه خدمات؟ التعليم. ما التعليم ده خدمة الدولة بتأديها، احنا خدناها في الترم الأولاني. الصحة اللي هو المستشفيات والأطباء دي خدمات. المصرفية زي البنوك دي خدمات. يبقى سكان الحضر هم السكان اللي بيعيشوا في المدن وبيشتغلوا بالصناعة والتجارة والسياحة والخدمات اللي ايه يعني لما جالك في الأسئلة خدمات يعني خدمات تعليمية وصحية ومصرفية. طب نسبتهم كبيرة، داخلين في نص السكان. قد ايه؟ 42.4%. 42.4 في ايه؟ في المية، نسبة كبيرة. طيب طبعا وفق التعداد كام؟ احنا قلنا احنا عاملين اخر تعداد 2000 وايه و17. طب انا عايز اعرف هم موجودين في محافظات ايه. قال لك انا عندي 4 محافظات حضارية اللي هي القاهرة والاسكندرية وايه والسويس وبورسعيد. تاني، القاهرة والاسكندرية وبورسعيد وايه والسويس. القاهرة والاسكندرية وبورسعيد يبقى دي محافظات ايه يا جماعة؟ حضارية. طيب خصائصهم التعليمية، الناس دي متعلمين ده الأمية فيهم قليلة جدا. طب هتقول لي يعني ايه أمية؟ أمية يعني عدم القراءة والكتابة، يعني ما بعرفش لا يقرأهم ولا يكتبهم. طب هناك الأمية قليلة ليه؟ هقول لك ده عشان عندهم مدارس كتير. احنا عارفين إن في المدن بيبنوا مدارس كتير ومستوى المعيشة بتاعهم مرتفع فبيعلموا أولادهم. يبقى بسبب انتشار المدارس وارتفاع مستوى الايه؟ المعيشة. يبقى اقول تاني، خصائصهم التعليمية، تنخفض نسبة الأمية بين سكان الحضر. يبقى الأمية عندهم قليلة بسبب انتشار المدارس وارتفاع مستوى الايه؟ المعيشة. طيب تعال نشوف مشكلاتهم بقى. احنا قلنا خصائصهم التعليمية، مشكلتهم ان عددهم كتير. طب ليه؟ هقول لك لان الريف بتاع القرى ما بيلاقوش شغل في ايه؟ في القرى، فبيضطر ان هو يسيب قريته ويروح للمدينة يدور فيها على شغل. طب ده بيؤدي عددهم بيبقى كتير في المدينة، وما بيلاقوش. تلاقي المدارس عندهم كتير جدا عدد الطلبة فيها، والمستشفيات كتير، وحتى الملاهي والحدائق بتلاقي كتير. بسبب ايه؟ بسبب الناس اللي مهاجرين من الريف مش لاقيين شغل في الريف فبيهاجروا لايه؟ للمدن. يبقى من اهم مشكلاتهم هجرة السكان الريف الى الايه؟ المدن. طب سؤالي سؤال بقى هنا، طب ما النتائج مترتبة على هجرتهم من ايه؟ من الريف للمدن. ادى لزيادة الضغط على الخدمات. قلت لكم خدمات يعني ايه؟ يعني بتلاقي عدد مثلا الطلبة في المدارس كتير جدا، وبتلاقي عددهم مثلا في المستشفيات، بتلاقيهم في الاسواق كتير، بتلاقيهم في الملاهي، في كل حاجة من دي اسمها خدمات بتقدمها الدولة. بتلاقي كثافة سكانية عالية هناك. وفي نفس الوقت في حاجة اسمها العشوائيات بتظهر. يعني ايه عشوائيات؟ يعني اي واحد مهاجر من الريف دواني بيروح المدينة، عايز مثلا يقعد في شقة ايه رخيصة شوية، ما بيلاقيش الحاجات دي اللي على اطراف المدن. في مناطق بتبقى فقيرة في خدماتها، ما فيش فيها كهرباء او ما فيش فيها مستوى كويس من المية، مية الشرب، دي بسميها ايه؟ عشوائيات. يبقى تاني من اهم مشكلات الحضر هجرة سكان الريف إلى الإيه؟ المدن. هجرة سكان الريف إلى المدن ده بيؤدي لهم إيه؟ زيادة الضغط على الخدمات في المدن وظهور إيه؟ العشوائيات. طيب الدولة قالت لك بقى الوضع ده ما ينفعش، العشوائيات الكتير دي يعني والمناطق اللي مش مبنية كويس والشوارع الضيقة وما فيش خدمات ولا كلام من ده. هقول الدولة هتحل المشكلة. تقوم الدولة تعمل إيه بقى؟ تطور العشوائيات. يبقى الدولة عملت مشروع قومي لتطوير العشوائيات عشان تحل مشكلة الايه؟ المدن. طيب يبقى ده عندي اول ايه؟ نمط اللي هو ايه؟ سكان الحضر. يبقى سكان الحضر هم الذين يسكنون ايه؟ المدن.
طب بيعملوا بايه؟ بالصناعة والتجارة والسياحة والخدمات. طيب نسبتهم قد ايه؟ 42.4% من جملة سكان مصر. طيب ساكنين في كم محافظة؟ 4 بس، 27: القاهرة، اسكندرية، السويس، بورسعيد. طب عايزين نشوف خصائصهم التعليمية. متعلمين، متعلمين، بس ما عندهمش الا الأمية حاجة بسيطة بس. بسبب ايه؟ انتشار المدارس وارتفاع مستوى الايه؟ المعيشة. طيب عندهم مشكلات؟ طبعا اكيد عندهم مشكلات. اللي هي اكبر مشكلة عندهم هجرة السكان من الريف الى الايه؟ المدن. طيب تعال نشوف النمط التاني والشكل التاني من سكان مصر. الريف. الريف دول اكيد هيسكنوا فين؟ في القرى اهو جنب الارض الزراعية بتاعتهم. طب هيشتغلوا ايه؟ بالزراعة اهو وتربية الايه؟ الحيوانات. طب نسبتهم 57. قال لا ده اكبر من نسبة مين؟ الحضر. هي الحضر كانت نسبته كام؟ 42.4. يبقى تاني، يبقى الحضر 42.4، انما الريف 57. لما اجي اقول لك دلل سكان الريف اكبر نسبة، هقول له حيث يمثلون 57.6%. طب خصائصهم التعليمية عكس ايه؟ عكس الحضر. عندهم بقى الأمية مرتفعة. يبقى الريف عندهم الأمية مرتفعة لو جينا نقارنها بمين؟ بالحضر. طيب طب انت عندك مشكلتهم هنا ايه؟ هقول لك والله عندهم عدد أفراد الأسرة كبير. يعني الأسرة بتلاقي 5 6 مكونة في العدد الدوني. يبقى من أهم مشكلتهم زيادة متوسط عدد أفراد الأسرة في الريف عن الحضر. تاني، يبقى مشكلة الحضر كانت إيه؟ إن في هجرة سكان ريف بتجيلهم للمدن، فده بتؤدي لضغط على الخدمات وظهور العشوائيات. إنما هنا مشكلة الريف إيه؟ زيادة متوسط عدد أفراد الأسرة. طب هو عدد أفراد الأسرة بيزيد ليه بقى؟ بسبب كثرة الإنجاب. كثرة الايه؟ الانجاب والزواج المبكر في الريف. كثرة الانجاب والزواج المبكر ده بيزود عدد افراد الايه؟ الاسرة. طيب وعندي مشكلة برضو عندهم تانية. يبقى انا عندي مشكلة لهم زيادة متوسط عدد افراد الاسرة. في مشكلة تانية اللي هي ايه؟ انخفاض مستوى المعيشة. انخفاض مستوى الايه؟ المعيشة. طيب بسبب ايه؟ بسبب قلة الخدمات. هو دلوقتي مستوى المعيشة بتاعته قليل. ليه؟ بسبب قلة الخدمات اللي الدولة بتقدمها له، ونقص فرص الايه؟ مفيش عنده فرص ايه؟ عمل. يبقى تاني، يبقى انخفاض مستوى المعيشة هقول له بسبب قلة الخدمات الموجودة ونقص فرص الايه؟ العمل. طب جهود الدولة. الدولة بقى تبدأ ايه؟ بدأت ان هي تعمل خطط علشان تحل المشكلات دي عن طريق ان هي بتوعي الشباب بأهمية تنظيم الأسرة. إن قصة الإنجاب ده لا يفيد، بالعكس هيضر بالأسرة. يبقى الدولة بدأت توعي الشباب أهو بأهمية تنظيم الأسرة وتقليل الإنجاب. وأطلقت الدولة مبادرات كتيرة، منها مبادرة إيه؟ حياة كريمة. مبادرة حياة إيه؟ كريمة. يبقى أنا عندي تاني سكان الريف بيعيشوا فين؟ في القرى. طب بيشتغلوا بإيه؟ بالزراعة وتربية الحيوانات. طب نسبتهم قليلة ولا كتير؟ أقول لا ده كتيرة أكتر من، طبعا مصر أصلا بلد زراعي. لو جيت أقولك مصر ده اللي مصر بلد زراعي، هقول له حيث يبلغ سكان الريف فيها 57.6% من سكان مصر. خصائصهم التعليمية لا ده بترتفع فيهم نسبة الإيه؟ الأمية. لو جينا نقارنها فين؟ بمين؟ بالحضر. مشكلتهم زيادة متوسط عدد أفراد الإيه؟ الأسرة. طب سؤالي، النمط بقى التالت اللي هم مين؟ سكان الإيه؟ الحضر. سكان إيه؟ الحضر. سؤالي بقى، سكان الحضر دول مني مش عايشين فين؟ هقول له سكان الحضر دول عايشين في الصحراء. سكان الصحراء بيعيشوا في الصحاري المصرية. طب وبيسموهم ايه؟ البدو اللي هو براعي الغنم. تاني، سكان الصحاري بيعيشوا في الصحاري المصرية وبنسموهم البدو. اكيد بيشتغل ايه في الصحراء؟ راعي الغنم. طبعا نسبتهم ضئيلة جدا، قليلة جدا. طيب هقول لك جهود الدول لحل مشكلاتهم. عندهم مشكلات، عندهم مشكلات. عندهم مفيش استقرار، وعنده مستوى المعيشة بتاعهم منخفض. يبقى بذلت الدولة جهودا لاستقرارهم وتحسين مستوى ايه؟ معيشتهم. من اهم مشكلاتهم انخفاض مستوى المعيشة. طب ده اللي عملت لهم ايه؟ بنت لهم مساكن. يبقى الدولة عشان تحل مشكلات، اما اجي اقول لك وضح جهود الدولة لحل مشكلات البدو، هقول بناء المساكن وتوفير فرص عمل لهم في مجالي الزراعة والايه؟ والتعدين. مجالي الزراعة والايه؟ والتعدين. يبقى انا كده خلصت الكام نمط اللي عندي؟
3. أول نمط سكان الحضر. تاني نمط مين؟ سكان الريف. تالت نمط مين؟ سكان الايه؟ الصحاري، اللي كل واحد فيهم كان ليه شغلته، وكل واحد موجود في ايه؟ في مكان، وكل واحد عنده مشاكل مختلفة عن ايه؟ عن التاني. طيب يبقى انا كده عندي كام نمط؟ 3 انماط. طب هل تنوع الانماط دي فيه فايدة؟ في فايدة. ليه بقى؟ أهمية تنوع أنماط يساعد تنوع سكان مصر في تحقيق التكامل بين السكان وتبادل المنتجات. يعني سكان الصحراء يصنعوا حاجات هيبيعوها على سكان الايه؟ الارض الزراعيه اللي هم الريف، هيبيعوها على سكان الحضر. كل واحد فيها هيبدل المنتجات اللي هو بيعملها مع التاني. والتنميه في جميع المجالات الايه؟ الاقتصاديه. يبقى التكامل بين السكان يبقى التكامل بين السكان وتبادل ايه؟ المنتجات، والتنميه في جميع المجالات الايه؟ الاقتصاديه. طيب، نص اسرائي. طبعا احنا اتكلمنا على مشروع حقيقي ايه؟ كريمة. وده عشان يحقق تنمية مستدامة وشاملة، ويحسن من مستوى الخدمات زي التعليم والصحة والبنية الأساسية كالصرف الصحي والطرق، وتحسين معيشة ايه؟ سكان الريف. هو أصلا معمول لسكان مين؟ الريف. تعالوا مع بعض نحل السؤال ده الأول قبل ما نختم الدرس. بيقول لي اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية: سكان يعملون بالزراعة وتربية الحيوانات ويسكنون القرى. طبعا سكان ايه؟ الريف. سكان الريف اللي هم الريفيون. سكان يعيشون في الصحراء ويطلق عليهم اسم البدو، سكان الصحاري أو الصحراء. سكان يسكنون المدن ويعملون في التجارة، سكان ايه؟ الحضر. طيب دلل. تتعدد أنماط السكان. هقول هناك 3 أنماط. هقول سكان مين؟ الريف، ودول يعيشون في ايه؟ في القرى. سكان الحضر، ودول يعيشون في المدن. سكان الصحراء او الصحار، ودول بيعيشون في الايه؟ في الصحاري او الصحراء الايه؟ المصرية. وبكده نكون خلصنا الدرس الاول للصف الرابع الابتدائي، اللي هو بعنوان انماط سكان مصر. المرة الجاية ان شاء الله نحل اسئلة الدرس، وانتظرونا كمان بإذن الله في التقييمات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.